طبيعي، ده طبيعي. يعني عمر ما الزمالك يجيله هديه ابدا ويقبلها. ازاي؟ فرقه تغيظ على رأي سيد عبد الحفيظ. فرقه الزمالك دي فرقه تغيظ. عندك يعني انت المدرب اللي عندك لا عنده شخصيه ولا عنده مسؤوليه ولا عنده فهم. وبعدين ايه البنطلون اللي انت لابسه ده؟ يعني ايه حاطط ايدك في جيوبك وجايب لي بنطلون من شركه نسيج؟ واقف بتعمل ايه؟ انت شايف لعيبه مفيش مسؤوليه، بساط غلط، ولعب اناني، وتضييع فرص. طلع يا باشا وقعد بره. قعده بره على الاحتياطي، ما يلعبش. قعده ماتش واتنين، خليه يقلب وشه. هي الفرقه دي نازله تلعب للفرقه ولا نازله تلعب لنفسها؟ انت لسه جاي، اللعيبه لسه جايه. انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. اللي قبلك اصلا عمل ايه؟ ما عملش حاجه برضه. قعدهم يا باشا احتياطي. ما تشد شويه في انت واقف نايم ليه؟ الله، ده الراجل ده ابنك كان بيدرب الناحيه الثانيه، واحد من دور عيالك، عامل عليك بلوكات طول الماتش، استحواذ طول الماتش، وانت مش عارف تعمل حاجه. واقف بتعمل ايه انت على الخط؟ ولا اي حاجه. لعيبه كلها بتلعب لنفسها، مفيش مسؤوليه. وبعدين انت يا عم فتوح، انت خلاص السيجاره حبكت قبل الماتش؟ ما تضربها بعد الماتش ولا اضربها الصبح. ناس تستلم بقفاك وتلعب الكوره بقفاك. هو في كده في الكوره؟ انتوا اتعلمتوا الكوره دي فين؟ انا عايز افهم. يعني مين الجهبذ اللي علمكم الكوره دي؟ انا عايز افهم. والونش ما فيش مسؤوليه، خبط وضرب وخلاص. يعني لعيبه ومدرب عايزين تفوير، عايزين تفوير في الدماغ عشان تلعبوا تاني كوره، تبتدوا من اول وجديد تاني حياتكم.